في حال تصدرت الأرجنتين مجموعتها في نهائيات كأس العالم وتصدر المنتخب البرتغالي مجموعته، سنشهد على لقاء من العيار الثقيل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الدور الربع نهائي. في حال تأهل المنتخب العراقي ونتمنى ذلك إلى المونديال، سيكون في مجموعة قوية مع منتخبات فرنسا، النرويج، إضافة إلى المنتخب السنغالي. منتخبان عربيان في المونديال في مجموعة واحدة مرة جديدة، بعد منتخبات طبعا السعودية والمغرب في ال 94، ومنتخب السعودية مع تونس في مونديال 2006، إضافة أيضا للسعودية ومصر في مونديال 2018. سيلتقي هذه المرة منتخبي الجزائر والمنتخب الأردني مع منتخبات طبعا النمسا والأرجنتين ضمن نهائي كأس العالم 2026. المنتخب المكسيكي سيلتقي في مباراة الافتتاح منتخب جنوب أفريقيا، وسيعاد افتتاح 2010 الذي التقى فيه المنتخبان طبعا وانتهى بالتعادل بينهما.